السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم قصتنا للعبره. كيقول صاحب القصه ديال اليوم: انا اسمي حسن. غنبدا لكم القصه ديالي مني كنت صغير، مني كانت عندي 15 عام فاش يلاه توفى الوالد ديالي. يعني كنت صغير وخلاني انا والام ديالي وجوج ديال خواتاتي بنات وواحد خويا الصغير. يعني انا اللي كنت نتحمل المسؤوليه ديال هاد العائله كامله. من بعد ما مات الاب ديالي الله يرحمه ما خلالناش شي خلصه ولا شي حاجه اللي باش نعيشوا. يعني انا اللي كنت كنطيح ونوض وكنتقاتل وكنخدم وكندمر. درت فراشه في الارض، كنت كنبيع الحوايج اللي كنت كنبيعو. خدمت عند الناس، ما خليت فين ما خدمت، ما خليت فين ما دمرت. بقيت هكا خدام وكنعيش العائله ديالي حتى لواحد النهار جاتني واحد الفرصه وتحرقت للطاليان. مشيت حارق. بقيت تما بلا وراق. بطبيعه الحال راكم عارفين ما كتكونش عندك الوراق كتكرفس مزيان. نعست في الزنقه، جعت، دازت عليا مزيان. المهم بعد ما حرقت عاد عيطت للوالده حيت هي ما كانتش عارفاني فين غنمشي، ما قلت لها حتى شي واحد. من بعد ما قلت لها بقات كتبكي كتبكي. قلت لها انا جيت هنا باش نبدل حياتي وحياتكم، لان داكشي اللي كنخدمو راه ما كيقدناش باش نعيشوا به. راكي شايفه كلشي على عينك. هذا علاش غامرت براسي وجيت لهنايا. المهم بقيت خدام على راسي، واخا هكاك شي مره ما كنلقاش حتى فين نعس، ولكن كنصيفط لدارنا باش ياكلوا باش يعيشوا. واخا انا نجوع كنصيفط لهم هما باش ياكلوا باش يعيشوا، باش ما نخليهمش مخصوصين. يعني بحال راني تما ومازال خدام عليهم. بقيت على هذا الحال 4 سنين حتى درت الوراقات ديالي. ومن بعد داكشي خدمت في واحد الوزين. في الاول كنت كاري غير هكاك مع الدراري، مره نكري مره كل مره وشنو، مره نبات مع شي حد. المهم من بعد ما درت ورقاتي الحمد لله كيف قلت لكم لقيت خدمه. من تما صافي كريت ودرت الطوموبيل ديالي الحمد لله، درت كل شيء. وليت كنصيفطي يعني حتى الظروف المعيشيه نتاع عائلتي في المغرب وليت كنصيفط لهم اكثر، لحقاش ولات عندي واحد الخلصه. يعني داكشي تحسن. واخا هكاك ما مشيتش، لان كيف قلت لكم كنصيفط الفلوس ما يمكنليش نبقى غادي جاي. دوزت واحد العامين من بعد ما ترسمت في الخدمه، من بعد ما درت السكنه ديالي كريت وهذا، عاد مشيت للمغرب. فاش مشيت للمغرب ما خليت ما شريت، ما خليت ما ديت خويا وديت خواتاتي كاع داكشي اللي كانوا كيحلموا به اللي كيبغيوه. خويا الصغير شريت ليه احسن سبرديله، احسن لباس، احسن اي حاجه كيبغيها كنشريها له. حتى مثلا كنكون داير شي نضاضر عجبوه كنحيدهم من عيني وكنعطيهم ليه، وكنقول له غير قرا واللي بغاها كنديرها ليه. وفاش مشيت لتما قال لي ديني معك حتى انا للطاليان. قلت له غير قرا قرايتك ولا خدمتي هنايا زعما احسن ليك، زعما منك ما تمشي لتما تكرفص. قال لي لا وهي ما بغيتيش تديني ولا. المهم بقينا على هاد الحال هادي. انا كنت رجعت في حالتي هنايا للطاليان. تعرفت مع واحد بنت الناس، تلاقينا هكا بالصدفه، تعرفنا. من بعد داكشي بدينا كنتلاقاو، بغيتها وتزوجنا. المهم عيطت الوالده ديالي، درنا هنايا الحلال. وعيطت الوالده ديالي وقلت لها شنو كاين. قالت لي مرحبا. مشينا للمغرب ودرنا العرس تمايا. رجعنا هنا للطاليان. صافي بقيت عايش انا ومرتي عايشين زعما الحمد لله، كنبغيها وكتبغيني وعايشين بخير. من بعد داكشي حملات وولدات بنيه الله يحفظها. صافي كنا يعني متفاهمين حتى واحد النهار انا ومرتي مشينا للمغرب هكا في العطله، وخويا تما فين بقى لاصقني باش يجي. المهم قلت لي ديك الساعات غادي نشوف كيف غادي ندير، لحقاش الام ديالي بقات كترغبني دير له خاطو داكشي اللي كان. فمن بعد ما رجعنا تما فين جا واحد القانون انك يمكن لك تجيب شي واحد من المغرب. والزوجه ديالي كانت عندها الجنسيه الطليانيه بحكم انها هي وعائلتها هنايا، يعني كاملين هنايا، يعني عندها الجنسيه ديالها كيف قلت لكم. المهم انا قلت انني نجيب خويا. ديك الساعات صايبت ليه الوراق، يعني جا معزز مكرم، ما ضرب تماره، ما حرق، ما تكرفس، ما طاح، ما ناض، ما جا، ما نعس في الزنقه، ما دار حتى شي حاجه. جبتوني شال عندي. هضرت مع المراه ديالي قلت لها غادي تصبري معايا غير بيد ما صايبت ليه الوراق ولقيت ليه شي خدمه ونكري ليه مع الدراري. قالت لي ماشي مشكل. بقينا على هذيك الحال، يعني كنخرجوا كنخدموا وانايا كنصايب ليه وراقي. انا ومرتي كنا الحمد لله كنا متفاهمين. اللي دخلت هي الاولى هي اللي كطيب، الا دخلت انا الاولى انا اللي كنطيب، يعني ما كانش داك المشكل بيناتنا. خويا صايبت ليه الوريقات ديالو صافي، يعني كان كلشي عنده اون غير. صافي قلبت ليه الخدمه في واحد الوزين اخر، ماشي فين خدام انا ولكن في واحد اخر. بدا كيخدم.
من بعد ما بدا كيتخلص بدا كيقترح عليا على انه زعما يتعاون معايا في المصروف. قلت ليه انا غير جمع فلوسك وخليها، راه شي شويه وغادي نشوف لك زعما الكرا مع شي حد مع الدراري وهكا. قال لي واخا ماشي مشكل. داكشي اللي من بعد ما خدم دوز معايا تقريبا شي 3 شهور. من بعد داكشي كريت له هكا مع الدراري. قلت له من بعد داكشي منين تبقى تخلص يعني منين تبدا تمشي امورك صافي ديك الساعات الا بغيتي تسكن بوحديتك زعما انت حر. المهم قبل ما يخدم وقبل من كل شيء قريته دخلته قرا اللغه وكل شيء يعني كان واجد. صافي بقينا على داك الحال. من بعد ما مشى وسكن بوحديتو المره ديالي صافي تبدلات عليا، ما بقيتش بيناتنا داك الحب داك الحنان داك حتى شي حاجه. حتى الفراش ولات كتعزلو عليا، ولات كتهز الغطا وتمشي تنعس في الصالون. جلست معاها وقلت لها مالكي ياك لاباس واش درت شي غلط؟ واخا انا متاكد انني ما درت الحمد لله حتى شي غلط. يعني ما عمري ما خنتها، ما عمري ما شفت شي وحده اخرى. من الخدمه للدار من الدار للخدمه يعني ما انا متاكد من راسي 100% ما درت حتى شي حاجه. تما فين صافي قالت لي شوف انا ما بقيتش باغياك صافي. حتى واحد النهار هزات بنتها ومشات قالت لي انا ما بقيتش باغا نعيش معاك صافي، ما بقيتش كنبغيك. عطيني شي سبب، ما كاين حتى شي سبب صافي. مشات. انا بالنسبه لي راه مشات لعند دارهم بحكم ان عائلتها كاينين هنايا غير حدانا انايا فين كنسكنوا. صافي انا دوزت شي ايام. من بعد داكشي كنتصل بخويا باش نعاود ليه شنو وقع ليا، باش نشكي عليه. ما كيجاوبش. مشيت للخدمه كنسول فيه. قال لي راه ما بقاش خدام هنايا. صافي تلفت كنعيط للام ديالي قلت لها واش ما اتصلش بيك؟ قالت لي لا. قلت لها راه اش كاين السيد راه ما تيجاوبش ما حتى شي حاجه. بدات كتبكي يعني بحال زدت خلعتها. شوف خوك شنو طرالي، قلب على خوك هكا قلب عليه ولقاه وتهلا فيه. المهم الهضره بحال هكا يعني مازال كتزيد توصيني عليه. انا صافي قلت غيجي واحد النهار وغيتصل بيا هو ولا صافي لقاش عييت كنقلب عليه وما كاينش. واحد النهار بديت نسول في بنتي. نمشي نشوفها. مشيت لعند الدار تاع العائله تاع مراتي. كنتفاجئ انها ما كايناش، ما مشاتش عنده نهائيا. هما ما فراسهم حتى شي حاجه. عاد كنعاود ليهم شنو وقع شنو طرا بانها صافي راه هزت البنت ومشات. عاد كيوصلوهم هما الاخبار. صافي بقيت كنانسيستي كنصوني عليها في التليفون. كنصوني في الاول ما كانتش كتبقى تجاوب. واحد النهار بدات تجاوب. المهم هي كتهضر معايا وانا كنسمع الضحكه تاع شي واحد. قلت لها شكون هذا اللي معاك؟ قالت لي ماشي شغلك كيكون اللي بغا يكون. قلت لها هذا خويا. قالت لي من بعد ها هو خوك اش كاين؟ قال لها هذاك خويا ما يمكنش كيفاش مع خويا. قالت له ماشي شغلك وهذه حياتي ندير فيها اللي بغيت. قالت لي حاجه وحده اللي غادي نقول لك. هاد النمره هذه ضرب عليها وما باقيش تصوني. اصلا حنا رحنا غادي نخويو هاد البلاد يعني الطاليان غادي نخويوها ما غنبقاوش فيها نهائيا. صافي هادشي اللي قالت وقطعت عليا. انا كنت باغي نشوف غير بنتي ما عندي ما ندير بها. يعني من هادشي كله بقات فيا بنتي لحد الان باغي نشوفها وما قادرش نوصل ليهم. ما عرفتهمش فين كاينين. صافي يعني حتى العائله ديالها كل مره كنمشي لعندهم كيقولوا لي ما عارفين عليها حتى شي حاجه. من بعد انا فاش هضرت مع الام ديالي وقلت لها شنو كاين ماشي اعترفات على ان ولدها غلط ولا لا. قالت لي داك اللف عاد مرتك هي اللي دارت به وهي اللي زيداتو لهذا الشيء يعني مازال كتدافع عليه. انا خوتي جيت اليوم نعاود لكم القصه ديالي غير باش ما ديروش الثقه. ما تبقاوش تحطوا العافيه حدا الزيت ولا بحال هكا. حتى الا جبتي خوك كي كنقولوا باش ديتي رضا الوالدين ما تخليهش معك ما تخليهش مع مرتك. لان ما بقاتش الثقه. واخا انا حاليا ما بقيتش كنمشي للمغرب ضربت على المغرب نهائيا. ما بقاش عندي الثقه في العيالات. واخا راه كاينين بنات الناس انا ما كنعممش كلشي ولكن داكشي اللي وقع لي ما بقيتش كنثق. كاينين بنات الناس وكاينين بنات هادوك راكم عارفين. ولكن انا ربي طيحني في خويا هكاك والمراه هكاك اش غادي ندير. كنتمنى القصه ديالي تكون فيها عبره لكم. ما عرفتش قولوا لي شنو ندير. انا واخا عاودت لكم القصه ديالي انا مازال تالف مازال حاير. مازال ما شايفش بنتي مازال ما عرفتش بنتي فين كاينه. الا ممكن تنصحوني وقولوا لي شنو نقدر ندير. كانت هذه القصه نتاع الاخ حسن اللي عاود لينا شنو وقع ليه. فعلا كيعاودها هو في واحد الحرقه. غير حماق باش يشوف بنته. ما عرفش شنو كيفاش يدير يتصرف. كنتمنى تعطيونا الراي ديالكم في التعليق والاعجاب ديالكم بهذا الفيديو هذا. والبارطاج خصوصا لان حاجه بحال هذه تكون فيها عبره للناس اخرين من الاخطاء نتاع الاخرين كنتعلموا.
ولا كنتو جداد مرحبا والف مرحبا. ما تنساوش الاشتراك في القناه، وتنتوما اللي عندكم قصه بغيتي تعاودها لينا مرحبا، يمكن تكون فيها عبره لناس اخرين ويمكن ناس اخرين يستافدوا منها، هنا باش نستافدوا من بعضياتنا. خليتكم هذه الساعه ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في شي حكايه جديده. سلامه.